سهلة وبسيطة واقتصادية، والمكونات بتاعتها موجودة في أي بيت، يعني متاحة عندك في أي بيت، وقت ما تحب تطلعي تعمليها في أي وقت. دلوقتي أنا هعمل معاكم البودنج بصوص الشوكولاتة والكريم شانتيه. طريقة سهلة وبسيطة وطعمها تحفة، بس ما تحاوليش ان انت تزودي عن المقادير اللي انا هقولك عليها، خاصة في السكر عشان ما تطلعش مسكرة، عشان كل حاجة فيها سكر، واوريدي الكريم شانتيه الكيس بيبقى فيه سكر. هنبدأ نسمي الله. معانا بولة، وهجيب نص كوباية سكر، عليها نص كوباية دقيق، عليها نص كاكاو خام اللي هو ما بيبقاش عليه سكر اصلا، ورشة ملح يدوب بس تنكه الطعم، رشة بسيطة جدا سنة عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وابدأ بقى ان انا امكس الخليط اللي انا حطيته مع بعض دول، هفضل اقلبهم. بعد كده هنزل عليهم، انا غالية لبن ومبرداه طبعا، هنزل عليهم ب3 كوبايات لبن. نزلت بأول كوباية، وكوباية التانية، وتالت كوباية، وهفضل ان انا اقلبها كده تقليبة وارفعها على نار هادية. يعني الاول نار متوسطة، بعد كده هدي النار علشان خاطر ما يتلسعش منك او يشيط، على نار هادية خالص. وافضلي بقى قلبي 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 لحد ما الخليط يبدأ ان هو يتقل معاكي. اول ما بيتقل معاكي هتبدأي تنزلي بقشطة، حتة قشطة كده محترمة، وتنزلي بمكعبين زبدة، وقطعة شوكولاتة خام زي اللي انا وريتها لكم دي، قطعة كده حلوة، والقشطة والزبدة. وهبدأ بقى ان انا اقلب كل الكلام ده لحد ما يدوبوا في قلب بعض، القشطة مع الزبدة مع حتة الشوكولاتة الخام اللي انا نزلت بيها، بتخلي طعم البودنج في حتة تانية خالص. لو انت ما عندكيش مثلا زبدة، ما عندكيش قشطة، ممكن تستبدلي الزبدة بزيت عادي جدا، مفيش اي مشكلة. بس انا هفضل اقلب لحد ما المكونات دي كلها تدوب في قلب بعض، دوب يعني الدوب دوبان كده، ما تبانش، لا يبقى فيه كلاكيع ولا يبقى فيه اثر للقشطة ولا الزبدة ولا قطعة الشوكولاتة. بمجرد ما الكلام ده كله يدوب معايا، هجيب كده صينية ألمونيا او صينية بايركس اللي هي الازاز، وابدأ انزل بالخليط. نزلت بالخليط هسيبه كده يبرد لوحده في درجة حرارة الغرفة، مش وهو سخن كده تدخليه على طول التلاجة، لا، سيبيه يهدى ويبرد براحته خالص في قلب الأوضة أو المطبخ اللي انتي بتعمليه فيه. اهو انا نزلت بالخليط في قلب الصينية الألمونيا، واسيبه يهدى خالص مع نفسه. هبدأ اجهز الكريم شانتيه. معايا كيسين كريم شانتيه، معروف ان الكيس ده بياخد نص كوباية مية متلجة، ومعروف ان المية افضل مليون مرة من اللبن، لان بيخلي قوام الكريم شانتيه متماسك عن ما تحطي لبن. يعني نزلت كده بكيسين كريم شانتيه، هديت معايا البودنج خالص، نزلت بيه على الكريم شانتيه. او يكون البودنج معاكم سخن وتنزلوا بالكريم شانتيه كله هيسيح في قلب بعض، اتأكدي ان البودنج هدي بعد كده انزلي بيه. دلوقتي هعمل الصوص. معايا نص كوباية سكر، طريقة اقتصادية جدا جدا جدا، ما فيهاش اي صعوبة، ولا نشا ولا دقيق ولا بودر لبن ولا الكلام ده خالص. ونص كوباية لبن، نص كوباية سكر، نص كوباية لبن، معلقتين كبار دقيق، عفوا كاكاو خام. وابدأي بقى ان انت تضربي بالهاند بلندر، عندك هاند بلندر، عندك المضرب اليدوي السلك العادي، الحاجة اللي انت متاحة معاكي اعمليها، مفيش حاجة توقفك. اثناء ما انت بتضربي بالهاند بلندر هتجيبي ربع كوباية زيت. حابة ان انت تخلي الصوص تقيل، هاتي نص كوباية زيت، لكن انا بحب احط ربع كوباية زيت لان كده كده هيتقل معايا. تمام، يبقى نص كوباية سكر، نص كوباية لبن، معلقتين او 3 معالق كاكاو خام.
ويستحسن معلقتين. هفضل بقى انا بضرب بالهاند بلندر دلوقتي، وانزلي كده بسرسوب الزيت، يعني امسكي كده كوباية الزيت وانزلي بيها سرسوب وهو شغال الهاند بلندر معاكي. كده كده هيتقل معاكي، ما تقلقيش. حطيتي ربع كوباية، حطيتي نص كوباية زيت، مفيش اي مشكلة. المتاح معاكي اعمليه ومفيش حاجة هتوقفك ابدا. خلاص انا دخلت، نسيت اقول لكم ان انا دخلت الصينيه بعد ما حطيت الكريم شانتيه على طول، لان طبعا ما ينفعش يبقى بره زي البودنج، لا لازم يدخل التلاجة. هدي تماما. بعد كده نزلت عليه بالصوص، يعني سقع كده حوالي ساعه، نزلت بصوص الشوكولاته عليه. في ناس بتقول ان هي لما بتيجي تحط صوص الشوكولاته بيدخل مع الكريم شانتيه. لازم الكريم شانتيه يسقع ويهدى في التلاجة تماما، وبعد كده تنزلي بالصوص. انا الصوص كده بحب انزله مش تقيل قوي اللي هو يعني جامد كده، لا. كده كده في التلاجة كله هيمسك في قلب بعضه. انا بوريكم كده لسه ممسكش في قلب التلاجة كله مع بعض مع الصوص الشوكولاتة، يعني هو جامد الكريم شانتيه والبودنج، لكن الصوص لسه. انا بقدمه لكم بوريه لكم ان ده لسه ما اتحطش كمان في التلاجة وطالع بالشكل ده. طعمه في منتهى الجمال. امشوا على المقادير بالظبط علشان ما تكتروش السكر ونفسكوا تجزع وقت ما تيجي تاكلوا. وحطيت كده شوكليت كريسبي فوقيها برضو بتدي طعم. البودنج من تحت زي ما بوريلكوا، وفوقيه على طول طبقة الكريم شانتيه، وفوقيهم طبقة صوص الشوكولاتة.